بدأت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل ضرب نار بنقاش حاد جمع مهرة وجابر في الشارع بعدما شاهدا في سيارة زيدان لينفعل عليها وسط الأهالي، ورفض شقيق مهرة ذلك المشهد ليتدخل في الأزمة، حيث طالب جابر بألا يتواصل معها وقال لي: نزل إيدك عن أختي يا جابر، أنت مش بتظهر إلا لما الدنيا تروق. خلاص يا باشا، وقتك خلص، لا أختي عايزاك ولا أنت تلزمها، معتقدا أن جابر يرغب في التقرب منها طمعا في الشقة، إلى أن مهرة طلبت من شقيقها تهدئة الأمر وتركها لاستكمال الحديث مع جابر. في المقابل، وخلال أحداث مسلسل ضرب نار، اضطر أحمد العوضي للعمل مع صديقه أحمد الرفاعي في توزيع الأدوية المغشوشة، وذلك جاء بعد محاولات إقناع طويلة على مدار الحلقات الماضية، وجاء ذلك قبل زواج ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في حفل بالمنطقة بشبرا وسط حضور عدد كبير من الجيران، بجانب حضور زيدان بشكل مفاجئ، وقدم ليها هدية خاتم ألماس لتشعر مهرة بصدمة كبيرة. مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، سهير المرشدي، إيمان السيد، هدى الإتلبي وآخرين، والعمل تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى